حوار مدينتي حابب احكي موقف حصل معايا وانا صغير. يعتبر نفس الموقف بالظبط، يعني يعتبر بكل حذافيره. اللي حصل ان انا كنت مع والدي مستني والدتي عند المستشفى. واحنا مستنيين بقالنا فتره، فانا كطفل زهقت، يعني انا كنت حوالي 6 7 سنين، فاهم؟ فانا صغير كنت ما شاء الله عليا فنان. تمام. فانا واقف زهقت. طب اعمل ايه؟ الاقي لك قدامي طوب حلو، والاقي لك ايه؟ عربيه. فالعربيه دي بالنسبه لي كطفل ساعتها ما كانتش عربيه، بالنسبه لي دي صفحه، يعني دي صفحه بيضه، وانا هبدا بقى ايه؟ اطلع الفن بتاعي فيها. رحت ماسك قلب الطوب، ورحت بدات ارسم سبونج بوب، وارسم بقى منحنيات ومربعات ودوائر وبعدين الصفحه ما كملتش، اللي هي الباب اللي قدام. فرحت مكمل على الصفحه اللي ورا، اللي هي تعتبر الباب اللي ورا. واشتغلت بقى ايه؟ رسم. وبعد ما خلصت رسم، رحت سايب الفرشه بتاعتي الفنيه ورايح على مين؟ على ابويا، عشان اجيبه عشان يشوف ابنه الفنان. وانا رايح له سمعت لك صوت سويت، فبص ورايا، قال لك هي المفروض دكتوره يعني، بس هي سويتها ما كانتش دكتوره خالص، هي سويت فضيحه، سويت كارثه، حاجه كده. تمام. فخدت الحاج، ما علينا، انا ماليش دعوه. انت مستغرب؟ يعني انا مستغرب هي ليه واقفه عند اللوحه الفنيه بتاعتي. رحت واخد الحاج ورايح بيه على على اللوحه، قلت له اتفرج يا حاج، ايه رايك؟ هي راحت قالت له ده ابنك. راح بص لي كده، وانا ببص له، انا كطفل ببص له مستني بقى اللي هو انت ايه؟ هتشجعني بقى وشايف دي حاجه حلوه وبتاع. فلاقي لك جزء فيان على جزء شراريط يسقف لي على وشي. تمام، من الضرب. يعني انا من الضرب، هي بقت الدكتوره، انا صعبت عليها بعد ما كانت بتصوت وما كانش عاجبها الوضع وبتاع. صعبت عليها. تمام. فحتى ابويا قال لها طب هعوضك، هصلحها لك بتاع. قلت له لا خلاص انا مش عايزه حاجه. بصراحه طلعت ست ذوق جدا، وراحت جابت لي عصير ساعتها وشوكولاته وبتاع، وصلحتني، قالت لي خلاص ما تزعلش وبتاع عشان انا كنت انفجرت عياط بقى، فاهم؟ اللي هو انتوا بتعاملوا الفنان بالطريقه ديت. فده اللي حابب احكيه. يعني انا مثلا عملت غلطه هنا، وهي يعني هي شايفه طفل قدام عمل غلطه فعديتها، فاهم؟ نفس القصه في حوار مدينتي، يعني هو الطفل عمل غلطه، وهنا هو راح لابوه، يعني هو ما شاء الله عليه متربي، فراح لابوه قال له انا عملت واحد اتنين تلاته، وابوه عشان متربي اكتر منه راح عشان يكلم صاحب العربيه عشان يحاول يصلح الموقف. طب ما هو كان ممكن يطنش، وممكن يقول لك خلاص انا مالي، والولد نفسه كان ممكن يقول انا مالي ويطنش ويعدوا الموضوع، ما كانش حد يعرف ويدوروا عليا بقى، فاهم؟ بس هم عشان خاطر الناس فاهمه في الاصول حاولوا يصلحوا الموضوع، ودي بقت جازتهم. يعني انا ساعتها الموقف اللي عملته انا كنت خايف كطفل، مش عارف انا عملت ايه غلط. انا بالنسبه لي انا رسمت، فاهمين؟ فالاطفال يا جماعه مش بتبقى واعيه اللي هي بتعمله، بتبقى محتاجه توجيه. وفي نفس الوقت التوجيه مش هيبقى عقابه ان انا اضرب وكده، فلازم نفهم الحته دي كويس عشان خاطر الجيل الجديد يبقى طالع عارف، بيعترف بالغلط، مش خايف من ردة الفعل، فاهم؟